بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. حلقة جديدة وتأملاتي تأملات علاء الشاعر. منذ فجر البشرية من أيام آدم وحواء ثم إلى أحفادهم الذين تفرقوا لشعوب وقبائل وتفرقوا في شتى أنحاء العالم وشتى أنحاء الأرض لتبدأ الحضارات. تبدأ مسألة الحضارات وصراع الحضارات، ثم الصراع بين الخير والشر، والصراع بين التخلف والازدهار. توجد حضارات كثيرة قائمة على التخلف وحضارات ناشئة من الازدهار. ومن قلب التخلف والازدهار لا الصراع بين الخير والشر، المال والفقر والغنى، الجهل والعلم، وهذا هو أساس الصراع بين الحضارات. وظلت البشرية تسير في ركابها إلى أن وصلنا الآن إلى القرن ال21، والنتيجة أن هناك دول متقدمة ودول نامية أو فقيرة. كوني أنا مصري وبخاف على بلدي وبغير على بلدي، يسوءني أن أرى بلدي في هذا الانحدار الأخلاقي والعلمي وممكن ناحية كل شيء. سادت لغة المال فوق كل شيء. المكسب من أين يأتي لا يهم، المهم أن يأتي وخلاص. سادت الرشوة في المجتمع المصري، سادت التخلف، سادت الألفاظ البذيئة، وأصبحنا في منعطف خطير لا بد أن نواجهه، وإلا سيصبح أو أبناؤنا وأحفادنا يواجهون الكارثة. أنا عايز أقول هذه الحلقة بعنوان إن اخترت دولة مصر البلد اللي أنا منها وقارنها ببلد متفتحة مزدهرة في العالم الغربي وهي ألمانيا. سنقارن في هذه الحلقة مصر وألمانيا من جميع الوجوه: الحضارية، ثم النظم السياسية، والازدهار والرفاهية، الازدهار والرفاهية في مصر وفي ألمانيا. سنناقش هذا كله في هذه الحلقة التي هي بعنوان مصر وألمانيا التخلف والازدهار. مصر وألمانيا التخلف والازدهار. نقارن بين مصر ودولة ألمانيا، نجد إننا منذ 7000 سنة كان عندنا حضارة الفراعنة، من أعظم الحضارات في التاريخ إن لم تكن العظمة. أيضا ألمانيا من حوالي 1500 سنة كان جنسهم يسمى الفايكنج. الناس الألمان الحاليين هم أحفاد الفايكنج. الفايكنج دول كان ناس قوية جدا، عضلات مفتولة وأقوياء جدا، وعندهم يعني نهم في الاحتلال الدول وكده، يعني زي ما عمل هتلر بعد كده. والفايكنج دول أسسوا دولتهم وابتدوا يغزوا أوروبا من حوالي 1500 سنة، والفعل سيطروا تقريبا على أوروبا. ونشوف الحضارة الفرعونية، حضارة مزدهرة، حضارة لا بتسمع في العالم كله إلى الآن. ونقارنها بحضارة الفايكنج. ده أول مقارنة، الحضارة الفرعونية العظيمة بالمقارنة مع حضارة الفايكنج اللي هي أصل ألمانيا الآن. وفي مصر أحفاد الفراعنة، والألمان أحفاد الفايكنج. نشوف الوضع الآن وتمضي السنين ونشوف الوضع الآن إلى ما قال الآن، وكيف نرى هذه البلد اللي هي مصر بلدنا، وكيف نرى ألمانيا. طبعا تمضي السنين ثم تندثر حضارات الفراعنة رويدا عن الفتح الإسلامي وعن الغزو الرومان وكذا وكذا، ثم الدولة الفاطمية والعهد العباسي والفاطمي وكذا وكذا، إلى أن نصل إلى القرن العشرين اللي هو القرن الماضي. برضو ألمانيا اندثرت حضارة الفايكنج وتم طردهم من الدول التي احتلوها،
ووصلنا أيضًا إلى القرن ال20 هو القرن الماضي، وهو القرن الذي سنقارن فيه الآن بين حضارة المثال المصري مصر وألمانيا. في تشابه جامد جدًا، تشابه جامد جدًا في الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت كلا من مصر وألمانيا. في مصر جه عبد الناصر الديكتاتور من انقلاب 52 الذي قاعد الديمقراطية وأمم الشركات وأمم كل حاجة، وأصبح الناس يعيشون فيه تحت وهم الاشتراكية، والتي هي أساسًا التي هي شعار الفقر. ألمانيا جه هتلر ديكتاتور أيضًا سنة 33 الحكم، وعمل الحزب النازي وعمل حكم الفرد، نفس اللي عمله عبد الناصر، نفس التشابه. طيب تشابه بين مصر وألمانيا حتى في النظم الديكتاتورية، قلنا الحضارة قبل كده، ودلوقتي هنشوف إزاي نظام عبد الناصر الديكتاتوري في مصر وهتلر نظام أدولف هتلر في ألمانيا. عبد الناصر تولى الحكم سنة 54، هتلر تولى الحكم سنة 33 في ألمانيا. برضه زي ما عمل عبد الناصر عمل هتلر، عمل الحزب الواحد اللي هو الحزب النازي، زي ما مصر عملت التكتل السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي. ونفس اللي عمله عبد الناصر كان ليه تطلعات وشعارات القومية العربية وكذا وكذا وكذا، وأخيرا تحرير فلسطين. هذه الأوهام التي بنى على عبد الناصر مجده عليها، نفس اللي عمله هتلر في ألمانيا. كان كل أمله كل هدفه إنهم يغزوا أوروبا لكي يسود الجنس الآري، وهو الجنس الألماني المنتمي للفايكنج اللي قلنا عليهم قبل كده العالم. نفس اللي عمله عبد الناصر عمله هتلر. عبد الناصر قفل مدينة باب المأساة 67، قفل مدينة باب المندب أمام البضاعة التي تصل لإسرائيل في إعلان صريح الحرب، خطوة ماهوش قدها، حيث نحارب إسرائيل ومن وراء إسرائيل. نفس اللي عمله هتلر سنة 39 عندما قال إن الجنس الآري الألماني لابد أن يغزو أوروبا ويغزو العالم. وكانت الكارثة مبينة عندما هزم عبد الناصر ونظامه هزيمة ساحقة ماحقة في حرب 67. وأيضا في ألمانيا بعد 6 سنوات من الحرب العالمية ومقتل ملايين البشر، 50 مليون من البشر ماتوا في الحرب العالمية الثانية التي فجرها هتلر. يبقى ناصر فجر حكاية النكسة وهتلر فجر الحرب العالمية الثانية. فالناصر انتهزم هزيمة ساحقة ماحقة في 67، هتلر هزم في نهاية الحرب العالمية الثانية لدرجة إنه مش عايز يعاني من آلام الهزيمة فانتحر. هتلر انتحر وعبد الناصر مات معنويا بعد النكسة. هنا بقى المرض الخاص، نشوف إن الهزيمة عندنا عملت فينا إيه، في مصرين إيه، مصر إيه، والهزيمة في ألمانيا عملت فيهم إيه. في ألمانيا بعد ما اتهزموا الحرب العالمية التانية وزوال نظام هتلر النازي والديكتاتوري، الناس بقت تشتغل ليل نهار، الرجالة بقى في الموظفين وكذا وكذا وكذا، والنساء في المصانع يعملن في المصانع بأسد الأجور في إنكار عظيم للذات يحسدوا عليه. وكانوا حتى من كتر الفقر والعوز اللي كانت في ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية كانوا بيشربوا شوربة قشر البطاطس، يزرعوا البطاطس ويقطعوها يصدروا الثمرة والقش يشربوا شوربة قشر البطاطس، تحملوا لأجل بلدهم. شوف بقى اللي حصل في مصر بعد نكسة 67، بعد ما وحصل في ألمانيا قبل ما نقول عبد النكسة الحاجات دي، حصل في ألمانيا بعد إنهم انهزموا الحرب العالمية التانية، يعني حصل تأنيب للذات إنهم إزاي يسمحوا لنظام زي نظام هتلر إن هو يحكمهم بالنار والحديد، وعهدوا نفسهم إنهم يعملوا حكم ديمقراطي صريح مبني على الحرية والعدل والإخاء والمساواة.
وشوف وفي الدول الأوروبية والدول الأوروبية والعالم كله بعد الحرب العالمية التانية وانهزام وهزيمة ألمانيا، حبوا إنهم يقسموا ألمانيا لجزئين وما يخلوهاش تعمل جيش، عشان ما تحصلش كارثة زي كارثة الحرب العالمية التانية. فقسموا ألمانيا إلى دولتين، ألمانيا الشرقية تبع روسيا وألمانيا الغربية تبع الغرب. كويس كده. نشوف بقى وأصبح الديمقراطية عنوان لألمانيا سواء الشرقية أو الغربية. نشوف إحنا بعد النكسة الناس ازدادت توحشا، نظام الحكم ازداد توحشا، وأصبحت المخابرات الحربية لها الكلمة العليا في حكم مصر. ونسمع عن الناس اللي راحوا ورا الشمس، يعني مش هيرجعوا بيتهم تاني. ونسمع عن زوار الفجر، يجوا في الفجر يقبضوا على ده لمغالطة الاشتباه، يروح للسجن الحربي يتعذب ويسيل دماغه ويتضرب ويتهان. هذا هو الوضع بعد النكسة. ما استفدنا، مش نقول بقى ان النكسة كان نتيجة دكتاتورية ونبتدي نخش في الديمقراطية، لا. ازداد الوضع سوءا في مصر، بينما ازداد الوضع اشراقا وسطعت شمس الحرية على ألمانيا. وبسبب هذه الحرية حصل تنمية وحصل ازدهار وحصل رفاهية للشعب الألماني. وخلال 5 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ألمانيا من الدول ذات الرفاهية والدول ذات الدخل الفردي العالي في ألمانيا. والمكن الألماني بقى أحسن مكن في العالم. وابتدت ألمانيا تصدر وانتقلت من مرحلة العوز إلى مرحلة الازدهار بعد ما كانوا بيشربوا شوربة قشر البطاطس. الوضع في مصر بعد النكسة في عهد ناصر هنلاقي كل شيء ساء، وازداد الناس توحشا، وإن في حرب، في شحناء داخلية وفي مرارة وفي حقد. المصري بيحارب المصري، وحصل شرخ في الشخصية المصرية، وأصبحنا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، حتى مات عبد الناصر وجاء عاد إلى خليفته. وده موضوع تاني. إذا لو قارنا حركة 67 بهزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية، واحد، يعني النتيجة بعد النكسة إحنا في من سيء إلى أسوأ. ألمانيا بعد الهزيمة من سيء إلى أحسن، إلى أفضل، إلى أفضل، إلى أفضل، حتى أصبح الألماني من المواطن الألماني دخله من أعلى الدخول في العالم. دي حاجة. نشوف بقى حاجة تانية. بعد برضه بشوف وتمضي السنين ويزول الحكم عبد الناصر وتيجي وتبدل الحكم وتبدل منظومة حكم وتيجي أنظمة حكم، إلى أن جئنا في عهد حسني مبارك. نشوف في عهد حسني مبارك سنة 2011 هنقارن الهوجة اللي حصلت في 25 يناير 2011 بشيء تاني برضه في ألمانيا، أيضا في ألمانيا. زي ما قلت ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية قسموها لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. شوف حصل سنة 1961 الناس ملوا من إنه يكون في الناس في ألمانيا الشعب العظيم الساعي للرفاهية والساعي إلى المثل العليا والدوافع النبيلة. لا، كان في بين ألمانيا الشرقية، في برلين عاصمة ألمانيا، كان في سور اسمه سور برلين، جدار برلين بيفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. الناس في ألمانيا الشرقية حسوا إن لابد أن يتحد الألمانيتين. ناس عندهم نخوة، ناس عندهم حب لوطنهم، ويندمج الألماني مع الألماني سواء بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. وبالفعل زحف الناس على جدار برلين في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبدأوا في تحطيمه. يعلنوا أيضا مع هذا التحطيم إنهم حطموا أيضا العبودية وحطموا الرجعية وحطموا الذل، وهدموا جدار برلين لتبدأ ألمانيا الموحدة في رحلة رفاهية ورحلة تحرر من أفضل إلى أفضل إلى أفضل. ده ألمانيا الغربية سنة 91.
ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية عندما اتحدت سنة 91. نقارنها بهوجة 2011 اللي في مصر، دي هوجة مش ثورة. مهما كان الحكم ظالم، لكن هل تؤدي هذه الهوجة الناس اللي بيدعوا أنهم وطنيين إنهم يحرقوا المجمع العلمي، يحاولوا اقتحام المتحف المصري، يقومون بأعمال سلب ونهب المحلات؟ هذه عورة وليست ثورة. هذه كانت مقارنة بين الشعب الألماني والشعب المصري في مواجهة الشدائد والثورات والتحولات التي أدت في النهاية إلى أن الشعب المصري غارقا في الديون في هذه الأثناء، غارق في الديون. صندوق النقد الدولي بيفرض علينا شروط قاسية حتى يعطينا القروض عشان ندينا قرض 3 مليار ولا حاجة، يقول لك عوض الجنيه، وده اللي حصل. حصل تعويم الجنيه فازداد الغلاء وازدادت الهوة الفظيعة بين أصبحت في طبقة متوسطة، أو في طبقة عليا جدا وطبقة دنيا جدا، وانطمست الطبقة المتوسطة. هذا هو الحال. وبالنسبة لألمانيا، شو الفرق بقى؟ نفس التوقيت بعد ثورة يناير، بعد هوجة يناير اللي عورت يناير 25 يناير عندنا، نفس التوقيت حصل في سوريا الانتفاضة في سوريا، وحصل المذابح، وحصلت كارثة سوريا، وهرب 2 مليون لاجئ سوري إلى خارج سوريا. منهم 1.5 مليون سمحت لهم ألمانيا في عهد المستشارة المرأة الطيبة المهذبة الجميلة أن استقبلت 1.5 مليون لاجئ سوري في عندها في ألمانيا، وبتضرب مثل للتعاون ومثل للتكاتف ومثل الإنسانية التي ضربتها ألمانيا وزعيمتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في واحدة من أهم القرارات التي اتخذتها في ألمانيا، ويستقر 1.5 مليون سوري في ألمانيا ولهم جميع الخدمات ولهم جميع المميزات. وهذا هو التكافل والتراحم الذي دعا له الإسلام ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس دول بيعملوا بالإسلام بدون ما يكونوا مسلمين، زي ما قال محمد عبده لما زار أوروبا قال: رأيت في الغرب إسلام بلا مسلمين، وعندنا في بلادنا مسلمين بلا إسلام. ووصلنا وفي مصر الديون بقت بمئات المليارات، وأحفادنا وأبنائنا سيواجهون واقعا أليما. وأنا كنت قاعد مرة مع سائح ألماني من أحد أصدقائي الألمان في إحدى فنادق وسط البلد، وبعد ما دردشنا شوية قعدنا ندردش وبتاع كلام من ده، فلقيته بيقول لي: إزاي أنتوا 100 مليون عايشين على 4% بس من مساحة الأرض في مصر اللي هي حول نهر النيل؟ الشخصية المصرية للأسف كسولة متواكلة لو قارناها بالشخصية الأوروبية المطلعة إلى الأفضل ومطلعة إلى الأحسن ومطلعة إلى الرفاهية. الإنسان المصري عنده كسل، الفلاح كسلان، الإنسان عنده خوار في العزيمة وخوار في الهمم، مش قادر يستصلح الأرض، ويدوك بيستنى مية النيل لما تيجي ويحط البذرة ويجني المحصول وخلاص ويفضل نايم طول السنة. هذا هو الفرق، الناس اللي بتشتغل والناس الكسالى المتواكلة. للأسف هذا هو الواقع في مصر وبلادنا التي أتحدث عنها الآن في مقارنة ظالمة مع الألمان. الناس اللي بيشتغلوا، الناس اللي بيفكروا، الناس اللي عندهم إنكار ذات، عكسنا تماما. انتشر الرشوة، ابن ستونجز، انتشر المحسوبية، انتشر السرقة، انتشر الفساد. هذا هو واقعنا المؤلم، ونحن محتاجين لمعجزة. لابد أن نتكاتف كل الأيدي ونغير مفاهيمنا ونطلع الأفضل حتى نكون كالشعب الألماني الذي خطوه في مقارنة مع الشعب المصري. وهذا هو حواري معكم اليوم، وأنا هل بلغت اللهم فاشهد. أنا هل بلغت اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سعيد الشكر واستنتظار تعليقاتكم أحبائي. شكرا.